تخيل تشتري عربية اونلاين ويجي يوصلك لحد تحت باب البيت او تبيع عربيتك ويجوا يفحصوها ويشتروها من قدام باب بيتك. الكلام ده اصبح واقع في سوق السيارات المستعملة هنا في مصر. النهارده هنكلمكم عن تجربة عملية لبيع عربية عن طريق سلندر، ايه تطبيق جديد اللي بدأ بالفعل واللي متخصص في بيع او شراء العربيات المستعملة. لو محتاج تبيع عربيتك كل اللي بتعمله انك بتتواصل مع التطبيق دوت وبيبعتوا فريق بيفحص العربية وفي خلال 24 ساعة بيردوا عليك بسعر العربية. هم كتطبيق بيتحملوا كل حاجة حتى حجز الشهر العقاري ورسوم الشهر العقاري وتكاليف نقل العربية طبيعي يعني، وكام يوم كانت الاجراءات خلصانه واشتروا العربيه وبيحولوا الفلوس في ساعتها وانت واقف. طبعا العربيات بعد ما بيشتروها بيعرضوها على الموقع بتاعهم واللي بيوفر لك كل المعلومات عن العربيه، اذا كان حتى لو فيها خدش صغير او اي مشكله ما، عدد الكيلوات وغيرها من التفاصيل الخاصه باي سياره. وعلى فكره سوق العربيات المستعمله في مصر سوق ضخم جدا وهينشط اكتر واكتر الفتره الجايه، خاصه مع التضخم والاسعار الغريبه الخاصه بالعربيات الجديده. طبيعي ان اي حد هيشتري عربيه مش هيكون قدامه غير المستعمل الفتره اللي جايه. انت كعميل لو لقيت جهه مضمونه تقدر من خلالها ان انت تشتري العربيه وانت مطمن وكمان مديلك ضمان لو ظهر اي حاجه تقدر ترجع العربيه، اعتقد الكلام ده مش موجود عند اي تاجر او اي جهه تانية. ونفس الكلام لو طلبت من عندهم اي عربيه بيوصلوا لك لحد تحت باب بيتك. إيه الفكره طبعا رائعه جدا، يمكن فكرت فيها من 3 4 سنين. اللي يعرف من حضراتكم ان احنا عندنا موقع EGCar.com وهو متخصص في السيارات، كنا ناويين نقدم الفكره ديت عليه، لكن طبعا مشروع زي دوت محتاج مليارات مش ملايين علشان يتنفذ، واكيد طبعا الفلوس دي ما كانتش متوفره ولا اي حد ان يمول المبالغ ديت. لكن اللي انا شفته ان سلندر فعلا منفذينها باحترافيه عاليه جدا. اتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه. انا بشكل عام بحب ان اي حاجه تمشي بشكل مؤسسي، يبقى في جهه تقدر ترجع لها لو في مشكله في المنتج اللي انت بتشتريه، اذا كان سياره او منتج عادي يعني، مش مجرد حد واقف في الشارع وبعد كده يحصل لك اي مشكله يقول لك ما اعرفكش.